السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بقى النهاردة زي ما انتوا شايفين كده فيديو رائع رائع عن مشروب شتوي جميل جدا جدا وبيدفي وكمان بيشبع في ليالي الشتاء الساقعة اللي بنسهر وبنبقى عايزين ناكل فيها. فكوباية من المشروب بتاعنا ده حمص الشام طبعا هتغنينا عن الأكل وعن كل حاجة، وكمان هتدفينا، يعني مفيد في الدايت ومفيد في البرد كمان. شايفين الجمال؟ شايفين حلو ازاي؟ حلو جدا جدا اهو، رائع رائع رائع. ومكونات بسيطة نقدر نعمله بدل ما بنشتريه من بره. انتوا عارفين طبعا بنشتري الكوباية بكام من بره، اكيد حضراتكم عارفين. يا رب كلنا نجربه كده. طريقة سهلة جدا وبسيطة. بنشتري الحمص، اهم حاجة ان احنا ننقع الحمص قبلها بيوم. يلا بينا نصلي على الرسول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونبدأ نشوف عملناه ازاي. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى ان شاء الله هنقول الطريقة بتاعة حمص الشام، احلى مشروب شتوي ممكن تشربوه. جميل جدا جدا ومفيد وكمان ينفع للناس اللي بتعمل ريجيم. ده الكمية طبعا كل واحد يجيب الكمية اللي هو عايزها. ده نص كيلو حمص. طبعا لازم يتغسل كويس جدا 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 ويتنقع اقل حاجة 24 ساعة. في طرق تانية لو للتسوية السريعة، يعني لو حد يحب يعرفها، لكن ده انا نقعاه 24 ساعة. شايفين؟ الطريقة بقى التانية اللي لو عايزين نجيبه ونعمله في نفس اليوم، بنحط عليه نص معلقة صغيرة بيكنج صودا بكربونات الصودا. اكيد حضراتكم عارفينها. دي بتسرع عملية ان هو يشرب مية كده ويستوي ويكبر معانا. ممكن نعمله في الوقت ده في نفس اليوم، ونبقى بعد ما قبل ما نسلقه نغسله كويس جدا جدا. بعد كده هننقله في الحلة اللي احنا هنسلق فيها. ننقله ونوريه لحضراتكم. نقلناه يا جماعة في الحلة وحطينا عليه مية، اما مغلية اما ساقعة زي ما انتوا عايزين. انا بس عايزة اعرفكم ان في اكتر من استخدام للحمص دون. انا بسلق نص كيلو مرة واحدة بدل ما اسلق كل مرة مثلا ربع كيلو او على قد كمية حمص الشام اللي انا هعمله. فعملت نص كيلو عشان اخد شوية. ممكن اعمل سلطة منهم، اضربهم في الكبة واعمل سلطة باضافة طحينة، في اكتر من حاجة. فانا هاخد منه ان شاء الله ربع كيلو اشيله، والربع كيلو التاني هو اللي هنعمل بيه حمص الشام. ده طريقة لتوفير وقت، في بدل ما بسوي ربع كيلو بنسوي نص كيلو وبنشيله في الفريزر. بينفع في اي وقت في اي حاجة احنا ممكن نستخدمه، لانه مفيد جدا جدا وكمان بيساعد في الرجيم زي ما قلت لحضراتكم. هنسيبه بقى لما يستوي ونرجع مرة تانية بإذن الله. يا ريت اللي أول مرة يشوفني يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. خليكم معايا. أيوة، رجعنا يا جماعة تاني اهو بعد ما الحمص بتاعنا استوى اهو. نبعد الدخان كده شوية اهو. فانا زي ما انتوا شايفين وقلت لكم ان انا عامله نص كيلو، فشلت منه اجمال الشويه دول علشان نبقى نعمل بيهم سلطه بنضربها في الكبه، وهبقى اقول لكم ان شاء الله على طريقتها بعدين. تعالوا بقى نكمل الحمص الشام بتاعنا. هنحط ايه؟ هنحط
بصوا الكوبايه دي انا حاطه فيها معلقتين صلصه، وحاطه كمون، وحاطه شويه ملح. هنحطهم الاول هنا، وبعد كده الاول هنضيفهم. وحاطه كمان معلقه سكر صغيره علشان الصلصه ساعات بتدي لذعه كده، فعلشان يبقى طعمه حلو، علشان ولادنا يبقى الطعم مظبوط بالنسبه لهم. شايفين بقى شكله بقى عامل ازاي؟ شايفين خد اللون وخد الشكل الجميل اهو. ممكن يا حبايبي اللي يحب يحط معلقه توم بودره ومعلقه بصل بودره يحط برضو على حمص الشام. كل واحد بقى على حسب ما الاضافات اللي هو بيحطها، وفي ناس بتحب كمان تحط شطه. تمام. المكون بقى الرئيسي عندنا دلوقتي الليمون، بس الليمون بيتحط قبل الغليان مباشرة، يعني اول ما يغلي ويتركز شوية نبقى خلاص هنطفي وظبطنا كل حاجة. بنحط الليمون اهو انا مجهزاه، هنحطه بقى ايه ان شاء الله. خليكم معايا اهو يا جماعة، ضفنا له بقية المكونات بتاعته وكده بقى مظبوط وجميل جدا جدا جدا. شايفين جميل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا مش قادره اقول لكم الفوائد بتاعته قد ايه، مفيد جدا جدا. كمان ممكن يتاخد كسناك، ممكن يتاخد بالليل واحنا قاعدين بالليل بدل ما ناكل واكل يتخن وكده. يا رب يعجبكم، يا رب الفيديو يعجبكم، يا رب تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. حبايبي احلى متابعين، اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.